ايه يا عم انت بتنزل كوبايه كده ليه؟ مش عاجبك؟ هي دي معامله تعامل بيها الناس؟ مش عاجبك امشي. مش عاجبك امشي؟ لا مش انت ايه عاجبك الادب بقى عايز تتضرب؟ حساب كوبايه الشاي ده عند الراجل يا جدعان ها؟ اللي هتنفذ عليه حركة في الشارع ممكن ما يلحقش يقع فهيكسر على طول. ولازم تبقى عارف أهم 3 مفاصل تقدر تسيطر بيهم على الخصم، هو مفصل الكتف والكوع والمعصم، لأنك لو خدت بالك هتلاحظ إنه عشان ماسك مفصل المعصم صح بالمسكة دي قدر يتحكم في جسمه كله، والجسم بالكامل أصبح مطيع ليه ويقدر يوجهه في الاتجاه اللي هو عايزه. طيب في حالة بقى لو عاند ومرضيش ينزل معاه يبقى ساعتها لازم مفصله هيتكسر. أساليب السيطرة باستخدام مفاصل الجسم كتيرة، منها إني ممكن أدخل على الخصم بالشكل ده وأبقى سيطرت عليه، بسيطر عليه بالضغط على مفصل الكتف، مرة تاني ببطء بلف من مفصل الكوع بسيطر عليه بالشكل ده. من ضمن أساليب السيطرة لو أنت أخدت مفصل المعصم بالشكل ده يبقى أنت كده سيطرت عليه. لو عدناها بالراحة أهو، سحبت إيده، خليت الكوع ضغطته في جسمي، ضغطت على المعصم، يبقى أنا كده سيطرت عليه. وممكن لو لفيت دراعه في الاتجاه العكسي ده يبقى سيطرة على مفصل الكوع. بعملها إزاي؟ بلف دراعه لبره بحيث يكون كوعه باصص للأرض واضغط عليه بالشكل ده. اساليب السيطره باستخدام المفاصل اشكالها كتير، هي كل الحكايه ان هي محتاجه منك تدريب كتير وممارسه مش اكتر. خناقات الشارع ملهاش كتالوج، خليك دايما مستعد في اي لحظه، بس الاهم هو انك تكون عارف امتى الوقت اللي يستدعي انك تنفذ فيه الحركات دي عشان ما تتعرضش للمسؤوليه، خصوصا ان وقت الجد اقل ضرر بتسببه بيكون كسر، فممكن تلاقي نفسك بتخرج من مشكله صغيره وداخل في مشكله اكبر. واكد عليك زي كل مره تخلي بالك دايما من مسافة الأمان، لأنها في الغالب بتكون سبب كل المشاكل اللي بنقع فيها وقت الموقف، وبتقرب من الخصم زيادة عن اللزوم من غير ما تكون عامل حسابك هتعمل ايه، وساعتها انت عارف الباقي. فخليك دايما في أي موقف مركز دايما، واوعى تنسى مسافة الأمان. وحاجة أخيرة مهمة جدا لازم تكون عارفها كويس، كل ما اتدربت على الحركة أكتر كل ما ثقتك بنفسك في الموقف زادت أكتر وأكتر. التدريب المستمر هيوصلك لنتائج مبهرة. أتشرف بمتابعتكم على الفيسبوك واليوتيوب، بحترمكم جدا وأوعدكم دايما بالمزيد. أشوفكم على خير.